امتى الطيبة بتتحول من نعمة للعنة على صاحبها؟ وازاي علم الأعصاب أثبت إن دماغ الشخص الطيب ممكن تتبرمج بطريقة تدمر حياته لو ما عندوش الوعي الكافي بطريقة استخدامها؟ في الأول أنت محتاج تعرف هي دماغك أصلا شغالة ازاي. الدماغ دايما بيتعلم من سلوكك. يعني لو فضلت تحط الناس قبل نفسك وتضحي براحتك عشان غيرك، وممكن حتى ما تنامش الليل في التفكير في مشاكل غيرك وتهمل مشاكلك، مخك هنا مش هيسجل انك شخص كريم او اصيل او وفي او احمد السقا في نفسك. لا لا، ابسولوتلي يا صديقي. الدماغ هنا هيسجل انك اقل قيمة من غيرك، ده اللي هيفهمه منك، وانك ما تستحقش التقدير لانك انت بنفسك حطيت اولوياتك في اخر الصف، وجعلت اولويات غيرك في اول كل شيء. يعني هي اول كل حاجه هتفكر فيها دماغك هي اولويات غيرك. ومن اللحظه دي دماغك بيبدا يفلتر الواقع ويعرض لك بس اللقطات اللي ماشيه مع الصوره اللي انت رسمتها عن نفسك. تقدر تقول كده مخك بيلبسك نظاره مش بتوريك غير المواقف اللي بتاكد انك شخص قليل. حتى لو في ناس بتحبك مش هتشوفهم بنفس القدر. وده يعلمك سر الحياه اللي المفروض تشكرني عليه بالمناسبه، مش بس تعمل لي فولو من بعيد لبعيد كده وخلاص واتبعني، لا. عايزك تركز قوي في الجمله اللي اقولها لك دي. انت ما بتاخدش من الدنيا كل اللي نفسك فيه وبتتمناه، انت بتاخد اللي دماغك مقتنع انك تستحقه. فاهم حاجه؟ مش فاهم شكلك. خليني اديك مثال. يعني لو انت من جواك مؤمن ان الدنيا جايه عليك وانك مظلوم وان الحظ عمره ما يقف معاك، دماغك هيشتغل عشان يثبت لك النظريه اللي انت دخلتها جوه دماغك. لان ببساطه جواه منظومه عصبيه كامله مهمتها تفلتر الواقع اللي بتعيشه على قد اعتقاداتك وادراكك. يعني ممكن الفرص والمعجزات تعدي قدام عينيك كل يوم وما تشوفهاش عادي جدا بسبب فكرك والمنتاليتي بتاعك. هو ده بقى المنتاليتي اللي احنا بنقول عليه. ندي مثال اقوى عن العلاقات والحدود. معروف ان الشخص الطيب غالبا بيخاف يحط حدود عشان ما يجرحش حد، صح؟ يعني مثلا صاحبك اللي بيستلف فلوس ومش بيرجعها، انت برضه لسه بتسلفه. زمايلك اللي بيرموا عليك شغل كتير مش بتاعك، بتاعهم، بس انت بتشيل عشان انت جدع او ساذج يعني. او حتى في البيت حتى يتدخل في حياتك وقراراتك وانت تاخدها على انها توجيه وخوف عليك، وما فكرتش للحظة ان هم اصلا ما سمعوش وجهة نظرك. كل مرة بتسمح لغيرك يتجاوز حدودك انت بتأكد لدماغك ان الأولوية للناس حتى لو هتستنزف وهتستهلك وهيجوا عليك عادي. باختصار، طيبتك وعفويتك مش عيب، دي نعمة من الله، ولكن مش دايما هيخلوك انسان محبوب او بتتقدر من اللي حواليك. فقدر انت نفسك وما تستناش حد يقدرها، وحافظ على الحدود وبطل تلعب دور المنقذ وانك انت اللي هتصلح حياة غيرك. ركز في حياتك، خليك واعي دايما بطيبتك. مهم قوي تعرف تتحكم في طيبتك وتفكر في الاسلوب المناسب مع كل شخص تتعامل بيه. في النهاية لو حسيت ان الكلام ده لمس معاك، اكد ليا في الكومنتس بانك هتبدأ من النهاردة تحط حدود مع طيبتك اللي جايباك ورا دي. ولو تعرف شخص طيب زيادة عن اللزوم ابعت له الفيديو ده